هنا استريح هنا. استريح. الله يحرقه. الله يحرقه. الله يحرقه. يا نهار ابيض. اهلا بكم في قناه ملوك اللعبه. طبعا النهارده طالعين معاكم في ردة فعل في ماتش القمه في الاسبوع التاسع من الدوري المصري، لقاء الاهلي والزمالك. طبعا اللقاء رقم 131. طبعا النادي الاهلي فاز ب 51 ماتش والزمالك فاز في 29 مباراه، والتعادل ما بينهم كان 50 ماتش. طبعا حكام اسبان هيديروا اللقاء. طبعا ده خامس مره لطاقم تحكيم اسباني يديروا ماتش القمه. احنا اللي نكسب النهارده الاهلي بيلعب بالزي الاساسي كونه صاحب الارض الزي الاحمر، والزمالك بيلعب بالزي البديل الزي الازرق، وربنا يسترها وتبقى ليله بيضه. جوعوا الفنا حلوه. حد يقابل بقى دبغ كل كمل لسه هايل يا شنو. ايه لا مش من اولها كده، مش من اولها. ده اول 3 دقايق جواو الفنا توغل من نص الملعب، اداها للدباغ والدباغ الشناوي انضرب. يلا الشناوي هو الفنا دخل فيه؟ لا الدباغ او ياسين مرعي. طبعا مروان عطيه راح كفر تنبيضي اول انطلاقه برازيليه. يا نهار ابيض. حط جون يا اسطى. محمد الشناوي طلع قافل عليه كل الثواني. الشناوي شكله هيتغير. الشناوي بص اتخبط في دماغه. ياسر ابراهيم دخل بركبته في وشه. ياسر ولا ياسين؟ مش هتفرق. ياسر ابراهيم. جول. يا نهار ابيض. الزمالك مسيطر، الزمالك مستحوذ، الزمالك مضيع فرصتين والاهلي مش شايف قدامه. طبعا ازاي يا جدعان؟ انا عندي بس سؤال، هو محمد هاني ليه ما بيقطمش الجول؟ الاهلي معاه حظ كبير النهارده، يعني كنا زمان حطها في الدقيقه نص جول. في الدقيقه جول 2-0 مستريح للزمالك في اول 10 دقايق، لولا طبعا ناصر ماهر والدباغ. 2-0 يا جدعان. شايف الماتش كده على السخونه دي كده ايه؟ يعني انا شايف ان اول 10 دقايق كده 2-0 للزمالك. 2-0 وش مش عارف اللعيبه فاست طار في الفينش. ايه عزت انت شايف ايه؟ لا 10 دقايق كانوا صعبين على الاهلي، فرصتين اصلا محققين. طبعا واحده تألق فيها محمد الشناوي والثانيه ضاعت. الدنيا فاضيه عند الاهلي ورا. الدنيا طبعا لو جزء محمد هاني وكوكا ده على الله حكايته. الزمالك اقرب، وشايف في نقطه سلبيه في الاهلي ان مفيش ربط ما بين الدفاع والوسط والهجوم. الدفاع في حته والهجوم في حته، وفي شوارع في نص الملعب. انا شايف اللي بعد ال10 دقايق اللي عدوا كده بدل افضليه للزمالك، ممكن 1-0 او 2-1 للزمالك. انا شايف ان الزمالك الجون الاول قرب بطريقه اللعب ديت. الجون الاول ان شاء الله قرب ويترجموا الفرص دي لجوان، عشان لو الزمالك ما ترجمش الاهلي ممكن يجيب جون دلوقتي. اللي بيضيع كتير ده اللي انا خايف منه. اكيد هيستقبل ان شاء الله. ان شاء الله المفروض الماتشات ديت يعني الكور دي جوان، يعني انت مش عارف. انت الكور دي جوان بالذات في الماتشات الكبيره. حسام عبد المجيد. حسام عبد المجيد كان هيحطها في نفسه. ده اول فرصه للنادي الاهلي. حظ كبير مع الزمالك في الكوره ديت. حسام عبد المجيد كان ممكن يجيب الجون الاول للاهلي. على فكره الكوره كانت معديه لشريف، كان هيبقى يجيب جول. هو بيشيلها قصده. هو شالها. الكوره كانت رايحه. قايل لك الاهلي ممكن يسجل. ربنا يستر. 15 دقيقه عدت والنتيجه لسه 0-0. ربنا يستر محمد صبحي. ربنا يستر محمد هاني واحمد كوكا. رمضان يا ولد يا جدعان. شمال بقى. جون تريزيجيه بن شرقي. جون سهله تريزيجيه سهله. انجز. ايه لا بلانتي تصرف غبي. بلانتي تصرف غبي. ضربه صح. ياسين مرعي. ارض غولر يا اولاد. بلانتي خلينا نشوفها بس. اركن بس انت يا محمد، يعني انت لا فاهم انجليزي ولا فاهم عربي اصلا ولا فاهم ايه. بيلي لبسها له جامد.
لبسها له. جامد بيعمل ايه؟ جامد. بتعمل ايه يعني؟ اديله انذار يا حكم، اديله انذار. 25 دقيقة وضربة جزاء لنادي الزمالك. يا رب يا عبد السعيد. الله، يا رب يا عبد الله. يلا يا شن. الشناوي بقى الصداع بقى. يلا يا يا شن. عبد الله. كده شناوي يلا لعيب. افضل حارس في مصر طبعا. حاططها في ايده برضه يا جدعان، حاططها في ايده يا جدعان. 3-0 دلوقتي. ايه بس بقى. الفار طبعا كلم الحكم وبلغوا اللي فيه لعيبه دخلت منطقه الجزاء قبل ما عبد الله السعيدي يشوط البلانتي وهيعيد ضربه الجزاء، وانا شايف حسام عبد المجيد واقف على ضربه يا الجزاء. رب. حسام عبد المجيد ده من افضل اللعيبه في الزمالك بالشوط. الله يا حسام، انا مش متفائل. وبيشوطها بطريقه حلوه الصراحه. مش متفائل بعد ما عبد الله طبعا ضيع الاولى فضلوا ان هم يغيروه. حسام عبد المجيد الهدف الاول لنادي الزمالك. الله يا ابني. حسام عبد المجيد طبعا حطها بشكل حلو قوي في السقف بعيد عن الشناوي طبعا بعد الحكم جامد يا جامد. حطها كويس قوي حسام عبد المجيد. يا جامد، حطها جامده قوي. حطيتها حلوه. بقول لك اصلا ان حسام عبد المجيد واحد ولد. حسام عبد المجيد شوط من ايام حتى في المنتخب. عبد الله بيشوط حلو، بس شايف عبد الله على فكره انا قايل لكم ان عبد الله ده ضربه جزاء النهارده. الشرقي ده 40 مروان. لا اللي مسك الكوره بطريقه غريبه. محمد هاني عرضيه ترس. يا عم الشرقي. لا اللي مسك الكوره نتيجه 1-0 للزمالك. الاهلي ضغط في كل حته في الملعب، ماسك الكوره، الزمالك متراجع قوي. بره بقى بسم من بره. بنشري 5 دقايق على نهايه الشوط الاول. احنا بنصدق ان محمد هاني بيرفع كرة عدل. عايزين نطلع الشوط الاول حتى 1-0. طاهر ضربة جزاء. ضربة جزاء ازاي؟ ضربة جزاء. هاند بول. هاند بول هو بيعوضها يا جدعان. الاسباني بيشوفها. على مين؟ على عمر جابر؟ بنتايج باين. ايوه قول لهم اخرسوا بقى. انا عارف اصلا ان هم هيضغطوا على الحكم اصلا. مش حل البهايم دي. طاهر محمد طاهر. ما فيهاش حاجه. ما فيهاش حاجه. ادي اليد المرتفعه يا كابتن. ما فيهاش حاجه والله. هي جاله هنا في الزاويه دي باينه ان هي في ما فيهاش حاجه. ارجع للفار، ارجع للفار. هيرجع. هي باينه ان هي جنبه. اهي المخرج ما بيجيبش اللقطه الثانيه. مش هيحسبها خلاص اهي ما واضح. المخرج مش جايب اللقطه اللي في جايه. الكادر ده تبان ان هي في ايده، في كادر تاني تبان ان هي في صدره. هو مش هيحسبها. مش في ايده يا جدعان. ولو في ايده مش هترد جامد كده. مش هيحسبها خلاص. الثانيين صح صح. قال لك هو الحكم بقى يقعد بقى يشتغلنا عشان نعد ضربتين جزاء. انتهى الشوط الاول بتقدم نادي الزمالك 1-0 في انتظار الشوط الثاني وتعديل الامور، وهنشوف ايه اللي هيحصل والتغييرات في الفريقين بدايه الشوط الثاني، ونفكر الناس ان الزمالك كسبان 1-0. شايف مين اللي ينزل في الاهلي؟ انا شايف ان يطلع حلوه. يلا يا ادم. حلوه ادم. ثبت. يلا بقى احسن حاجه انت بتعملها جاي. مين اللي ينزل في الاهلي يا عز؟ انا شايف ان طاهر واحمد عبد القادر بصراحه. وحسين الشحات. حلوه حلوه صبح. هو يطلع طاقه. لا عمال يلعب عرضيات وده عمال يلعب عرضيات. والمشكله اصلا ان سهل على الزمالك هم اللي بياخدوها. هو اصلا مفيش في الدكه الا احمد عبادي وحسين الشحات واحمد رضا، مفيش حد اصلا ينزل الا الثلاثه دول. هو احمد عبد القادر وحسين الشحات اللي هيعملوا الفرق لو نزلوا. ان شاء الله ما ينزلوش. ان شاء الله ينزلوا. انا شفتها في الجول. اخطر كوره للاهلي في الشوط. انا شفت الكوره دي في الجول. 57 محمد رمضان ولا تريزيجيه؟
شفتها في الجول، الكرة ده انا شفتها في الجول. بتشوط يا عم بتشوط. حلوة صبح. هو روبرتو كارلوس يا اخوان اتصاب، هو مين اللي وقع؟ طالع حسين نازل. حسين الشحات ده ما بيعرفش يرفع، يعني هيشوط ويقطع شاطها عادي. اصلا ايه اللي دخله في نص الملعب كده؟ ما اعرفش. حسين الشحات بيبص للشنقاء. بن شرقي ده 70. مروان عطيه. الشحات. الزمالك متراجع. شريف. يا ولد يا ولد جول. الشحات والتعادل اللعيب بعد نزوله بدقايق. وان تو مع محمد شريف، مفيش احسن من كده. باص عالمي ولم محمد شريف وسام عبد المجيد. نتيجة متوقعة في البعثة اللي بعتها الزمالك راجع بيدافع بطريقة غريبة ومفيش هجمات خالص، يعني مش عارف ايه. لا وفي الضيقة يا ولد الاخراج عظيم يا ابن الله. بص اللعيبة تسلل حلوه وان تو عالمي، مش تسلل مفيهاش حاجه. شوف يلا شوف محمد شريف. الله يا شريف. الله وفي الضيقة حطها له ابراهيم في الضيقة. لا هو شريف عمل كل حاجه. ضربة جزاء. عيد يلا ضربة جزاء للاهلي بعد 3 دقايق من جول التعادل. حسين الشحات. حسين الشحات هو عريس الليله النهارده. الماتش اهو. كنت فين؟ الماتش اتقلب. كنت فين يا حسين؟ ضربة جزاء ما فيهاش حسين ده بس كلام. عبد الله ده بس. هي ضربة جزاء مشابهة لضربة جزاء الزمالك، هما اتنين زي بعض. بنتايج شاطر. بنتايج شاطر بالكربون. ضربة جزاء الزمالك هي نفس ضربة جزاء الاهلي. المدرب ده علم الماتش. مين اللي هيشوط؟ تريزيجيه ما فيش غيره، بس انا عن نفسي ممكن حسين الشحات. تريزيجيه طبعا دخل يشوط ضربة الجزاء. قول يلا. طلعت تيشيرت انت. الهدف الثاني للنادي الاهلي ضربة الجزاء. ويقلع الشورت كمان ويقلع اي حاجه. اهو المكنة طلعت قماش. والله العظيم ايمن الكاش التذرات يا ايمن يا كاش. والله الذرات يا ايمن يا كاش. بيزيح في الماتش. المجد الاحمر عاد. اهو ما بقول لك اهو. ايها الناس المكنه طلعت قماش. هنا استريح هنا. استريح الله يحرقه. عبد الله. الله يحرقه. يا نهار ابيض. الحمد لله. يا نهار ابيض. في العرض. ده 92 الحمد لله. عمرو ناصر يا نهار ابيض. حط قنبله في العارضه بدماغه. يا شناوي مد ايدك، طب حسسنا باللي انت واقف حتى. احنا زيزو يمشي يجي واحد يجيبها في العارضه، لازم الكره تيجي في العارضه. قال له ديانج يا ولد يا خش ولد يا ابني. يا ولد التالت يا شوط بقى جون. يخرب بيت امك. اتفرج يا عم. كمان الله يحرقك. هتروح تغني بقى ولا تشوف لك كليب بقى؟ يا عم بنت الجيران خنقتني. اي حكم ده 9 خلاص. خلاص الحاجه احنا لو قعدنا 4 ايام يا اسطى مش هنجيب جول على ده. شناوي هينام عليها بقى. خلاص هو الماتش خلص بقى. يا اسطى المدرب ده عامل لنا الماتش ده. صفر. وينتهي اللقاء بفوز النادي الاهلي 2-1 على نادي الزمالك، ويحيي اماله طبعا تاني في صداره الدوري. لسه له ماتش متاجل. كانت قمه مثيره، كان فيها اداء جيد من الفريقين. الزمالك كان متفوق الشوط الاول، والشوط الثاني قدر الاهلي يعدل اوضاعه ويمسك كوره ويرجع في النتيجه. خروج عدي الدباغ اثر اصابه عدي الدباغ اثرت على وبنتايج. مبروك للاهلي وجماهيره.
وهارد لك لجماهير نادي الزمالك. نلتقي في ردود فعل كتير جايه ان شاء الله. مبروك للنادي الاهلي وهارد لك لجماهير نادي الزمالك، والى اللقاء.